في الأفلام لما بنشوف مجرم ماسك مسدس وبيرتكب جريمة قتل، التركيز دايما بيروح على المجرم اللي ضغط على الزناد. بس أحيانا بيكون في قطعة صغيرة متركبة على فوهة المسدس، كاتم الصوت. كاتم الصوت ده قليل قوي ما بنديله الاهتمام اللي يستحقه، مع إن دوره مهم جدا. صحيح المسدس كان كده كده هيقتل سواء متركب عليه كاتم صوت أو لأ، بس الفرق إن كاتم الصوت بيخلي الطلقة ما تعملش دوشة، بيخلي الجريمة تعدي من غير ما تلفت الانتباه، بيخلي الناس اللي كانت ممكن تسمع ما تسمعش. فبدل ما تنتبه وتقف وتسأل إيه الصوت ده، تكمل طريقها عادي. تخيل مدينة كل يوم بتتضرب فيها رصاصة واتنين وعشرة، بس محدش بيتخض، محدش بيفتح شباكه، محدش بيسأل إيه اللي حصل. ممكن للوهلة الأولى يتهيألك إن المدينة دي ما فيهاش جريمة، لكن الحقيقة اللي اختفى مش الجريمة، اللي اختفى الصوت. وإحنا في أي جريمة اتعودنا دايما ندور على طرفين، مجرم وضحية، ظالم ومظلوم. بس الحقيقة دايما بيبقى فيه طرف ثالث، الطرف اللي كان حاضر، شاف وسمع بس قرر يسكت. أغلب الجرائم الكبيرة بتكمل بمساعدة الطرف الثالث ده، اللي شاف وما اتكلمش، اللي عرف وقال أنا مالي، واللي أقنع نفسه إن الموضوع مش مستاهل مادام بعيد عنه. علشان كده أخطر شخص في أي جريمة مش دايما اللي في إيده السلاح، أوقات بيبقى اللي كان واقف جنبه وساكت. الساكت هنا بيقوم بدور كاتم الصوت. هو ما قتلش، ما ضغطش على الزناد، لكن عمل حاجة أخطر، خلى الجريمة تمر بهدوء، وبعت رسالة للمجرم مضمونها كمل. الساكت هنا مش متفرج، الساكت جزء من آلية تنفيذ الجريمة. الحلقة دي غالبا هتبقى رحلة اتهام لينا كلنا، هنكتشف فيها كام مرة أنا وإنت كنا كاتم صوت وإحنا فاكرين إننا مجرد ساكتين. ده غير إننا طول عمرنا فاهمين السكوت غلط، اعتبرناه موقف محايد، مع إن عمره ما كان حياد. لأنك لما تمنع صوت الجريمة من إنه يوصل، أنت ما وقفتش في النص، أنت ساعدت طرف، ساعدت المجرم حتى لو ما كنتش تقصد. يمكن الكلام ده يبان قاسي شويتين، بس الحقيقة السكوت هنا ما بقاش مجرد غياب للكلام، السكوت هنا بقى فعل، فعل وليه نتيجة. ولما السكوت يبقى بالخطورة دي، يبقى لازم نسأل السؤال الأصعب: إيه اللي يخلي إنسان يشوف الظلم والفساد ويقرر يسكت؟ الخوف؟ المصلحة؟ ولا في أسباب تانية أعمق من كده؟ محدش فينا اتولد كاتم صوت، وما اعتقدش إن في حد صحي في يوم من نومه وقال أنا قررت من النهاردة هسكت على الظلم وهقف في صف الفساد والإجرام. الحكاية ما بتحصلش فجأة كده، بتبدأ بأنواع سكوت أبسط وأصغر، بس بتتكرر كل يوم. نشوف واحد ما وقفش في الطابور وأخد دورنا فنغضب، بس نرجع نقول مش مستاهلة ونسكت. نشوف حد بيغش، حد بيستغل منصبه فنتضايق، بس نقول مش مسؤوليتنا ونسكت. نشوف موظف بيذل واحد عشان يخلص له ورقة، دكتور بيهين مريض، ضابط بياخد رشوة، فنبص الناحية التانية ونقول أكيد لو اتدخلنا الموضوع هيكبر ونسكت. كل مرة كان عندنا سبب، والأسباب كلها منطقية من وجهة نظرنا، لكن اللي ما كناش واخدين بالنا منه إن كل سكوت كان بيسهل السكوت اللي بعده، وإننا مع كل سكوت بنتنازل عن جزء صغير جوانا بالتدريج، لحد ما يجي اليوم اللي نشوف فيه نفس المشاهد دي وأسوأ، المشاهد اللي كانت قبل كده بتقلب يومنا، فنعدي ونكمل طريقنا كأنها ما حصلتش. وساعتها اوعى تفتكر إننا بقينا أقوى أو أكثر نضج، لا، الحقيقة
إن إحنا اتعودنا على السكوت، ومن غير ما ناخد بالنا بدأ يتكون جوانا شخص جديد، شخص لا يتفاعل مع أي ظلم أو أي فساد. صحيح مش بيشارك فيه، بس كل مرة يشوفه يختار يسكت. ما بقيناش نسأل نفسنا حتى نسكت ولا نتكلم. هو ده اليوم اللي اتولد فيه كاتم صوت جديد. المجرم أو الفاسد مش محتاجك ولا تدافع عنه أو تبرر اللي عمله أو تقف في صفه. كل اللي محتاجه إنك ما تفتحش بقك وبس، معتمد على إن اللي حواليه ما يتحركوش. وده بالظبط الدور اللي بيلعبه كاتم الصوت، الدور اللي بيلعبه الساكت. كاتم الصوت مش هو اللي بيضرب الرصاصة، هو بس بيضمن إن صوتها ما يوصلش. والساكت مش هو اللي ارتكب الفساد، لكن ساعده إنه يعدي. مش هو اللي ظلم، لكن ساعد الظلم يكمل طريقه. الساكت يمكن ما يعرفش الظالم ولا مستفيد منه ولا حتى موافق على ظلم، لكن في النهاية بيعمل له نفس خدمة كاتم الصوت، يخلي اللي حصل يمر بهدوء. والظالم قوته الحقيقية مش في نفسه بس، قوته في عدد كواتم الصوت اللي حواليه. وهي دي الحقيقة اللي احنا بنهرب منها، لأنها بتحملنا المسؤولية. الحقيقة اللي احنا مش حابين نعترف بيها، الحقيقة إن كل واحد فينا قرر إن دي مش معركته. وكونك بقيت كاتم صوت مش معناه إن القصة انتهت. الحقيقة دي كانت بداية مرحلة تانية، لأنك مش هتقدر تعيش طول عمرك شايف نفسك كاتم صوت. مش هتقدر تعيش مع الفكرة دي من غير ما تحس بالذنب، لأنك لو كل مرة سكت حسبت نفسك كشريك مش هتعرف تنام. يبقى العقل لازم يلاقي مخرج، لازم تقنع نفسك إنك مش مسؤول، إنك بريء. وممكن توصل لإنك تبدأ تبرر الظلم نفسه. ومن هنا يبدأ أخطر تحول في الرحلة، مش السكوت ولا التعود، الإنكار. لما بنشوف حاجة غلط ونسكت، السكوت ده بيوجع، ومش هنقدر نعيش طول عمرنا شايفين نفسنا بنساعد على مرور الظلم، لأن جوانا جزء هيفضل يسأل: هو أنا كان المفروض أعمل حاجة؟ والسؤال ده صعب نعيش معاه. علشان كده العقل لازم يدور على تفسير يبرأ بيه نفسه. والحل الأسهل بيكون إننا بدل ما نغير موقفنا نغير تفسيرنا للموقف. فنبدأ نخترع كلام من نوعية: أكيد اللي اتظلم ده يستاهل اللي حصل له، أكيد غلطان، أكيد في تفاصيل إحنا ما نعرفهاش، لو كان مظلوم بجد كان حد اتكلم. أي كلام ننكر بيه إن الظلم حصل، علشان ندافع عن نفسنا ونبرر سكوتنا. ولاحظ إن الجمل دي ما طلعتش علشان بندور على الحقيقة، لا، دي طلعت بعد قرار السكوت. والفرق كبير. إحنا مش بندور على الحقيقة، إحنا بندور على أي تفسير يريحنا من الإحساس بالذنب. الإنكار هنا سببه الخوف، إننا نعترف إن في ظلم، لأننا لو اعترفنا يبقى لازم نسأل نفسنا: إحنا كنا فين؟ وأسهل طريقة للهروب من السؤال ده إننا ننكر الظلم من أساسه. ويمكن عشان كده بقينا بنشوف مشاهد غريبة في حياتنا. بنشوف واحد بيتهان قدام عشرات الناس في الشارع أو في الشغل، وبدل ما الكلام يبقى عن اللي بيهينه، الكلام يتحول للضحية. هو عمل إيه؟ هو قال إيه؟ ما يمكن هو اللي استفزه. بنشوف سواق بيزعق في راكب وينزله من العربية علشان رفض يدفع أجرة أغلى من اللي متفق عليه، والناس تسكت وتلوم على سلوك الراكب اللي عطلهم، وتطيب خاطر السواق وتقول له حقك علينا. بنشوف واحدة بيتم التحرش بيها في وسط الناس، وبدل الكلام ما يبقى عن المتحرش، الناس تسأل: طب وهي كانت لابسة إيه؟ بنشوف معتقل سياسي بيقول شهادته عن التعذيب وانتهاك القانون، فالناس تكذبه بمنتهى الأريحية وتقول الكلام ده ما بيحصلش. وفجأة في كل الحالات دي واللي شبهها، الظالم والفاسد بيختفي من الصورة، والضحية تبقى هي اللي بتتحاكم. محاكمة الضحية أسهل من محاكمة نفسك، لأنك لو قلت إن الضحية بريئة
أو اعترفت إن في ضحية من الأساس، يبقى هتضطر تعترف إنك كنت ساكت. وهنا كاتم الصوت وصل لأخطر مرحلة. هو ما بقاش بس بيكتم صوت الطلقة، هو بدأ يقنع الناس إن مفيش طلقة أصلا. علشان كده أعتقد إن اللي أخطر من زيادة الظلم في أي مجتمع لما يبقى اللي بيتكلم عنه بيضايق الناس أكتر من الظلم نفسه. يبقى اللي بيصرخ من الظلم هو اللي مزعج، اللي بيكشف الفساد هو اللي عامل مشكلة. طيب إيه اللي ممكن يحصل للمجتمع لما يوصل للحالة دي؟ إيه اللي هيحصل لما ملايين الناس تبقى كواتم صوت؟ هل الظلم هيفضل في نفس حجمه؟ ولا زي طبيعة أي شيء هيكبر ويزيد لما ما يلاقيش حد يوقفه؟ إحنا دايما بنحب نكرر جملة الناس بقت وحشة، المجتمع بينهار، المجتمع بقى فاسد. بس هو مين المجتمع ده؟ المجتمع هو أنا وإنت وكلنا. والفساد ما بيظهرش فجأة. في البداية كل واحد كان بيسكت لوحده، لكن مع الوقت السكوت ما بقاش قرار فردي، بقى ثقافة، بقى هو اللغة اللي المجتمع كله بيتكلم بيها. لحد ما وصلنا إننا ما بقيناش نستغرب الغلط، لكن بنستغرب اللي بيتكلم عنه. اللي بيعترض هو اللي مختلف، واللي بيسكت بقى هو العاقل. ونربي ولادنا على جمل زي امشي جنب الحيط، خليك في حالك، ابعد عن المشاكل، ما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه. ومع الوقت الجمل دي ما بتبقاش مجرد نصايح، دي بتبقى طريقة الحياة. جايز يكون فيها قدر من الحكمة في مواقف معينة، لكن المشكلة لما ما تبقاش استثناء، تبقى قاعدة. يبقى الأصل هو السكوت، والكلام هو الاستثناء. وساعتها الظلم ما بيبقاش محتاج يدافع عن نفسه، المجتمع كله بيدافع عنه. وأخطر حاجة ممكن تحصل لأي مجتمع إنه يتعود على الرشوة، يتعود على الإهانة، يتعود على الكذب، يتعود على المحسوبية، يتعود إن القوي ياكل حق الضعيف، ويبطل يتخيل إن الحياة ممكن تكون غير كده. والأخطر والأخطر إن كل واحد فينا يفتكر إن مفيش مشكلة مادام الظلم ما وصلنيش. ودي أكبر خدعة، إنك تفتكر طالما الظلم ما وصلش لبيتك تبقى مش قضيتك، مع إن التاريخ كله بيقول عكس كده. كل ظلم بدأ بواحد استمر لما الباقيين افتكروا إنه بعيد عنهم، ولما الدور وصل لهم ملقوش حد يتكلم. طيب لو الصورة واضحة بالشكل ده، ليه بنكرر نفس الغلطة؟ ليه الإنسان يقبل يبقى كاتم صوته النهاردة وهو عارف إن الدور هيجي عليه بكرة؟ الصورة فعلا واضحة والنتيجة حتمية. علشان كده قصة الثور الأبيض فضلت عايشة لحد النهاردة، وأغلبنا حافظين عبارة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. القصة عايشة لأنها بتحكي عن طبيعة الإنسان اللي فاكر إن تضحيته بالآخر هتأمنه، مع إنه بيأجل دوره بس مش بيلغيه. أكبر وهم بيعيشه كاتم الصوت إنه يفتكر إنه بره المشهد، مجرد متفرج، لكن في الحقيقة وجوده هو اللي خلى المشهد يكتمل. وهو بيساهم في صناعة مجتمع بيتعامل مع الظلم كأنه خبر عادي، ومع الفساد كأنه جزء من النظام، ومع الإهانة كأنها أسلوب حياة. لكن في يوم هيتبدل المكان، واللي كان بيتفرج هيلاقي نفسه ضحية، وهيتمنى يلاقي حد يتكلم بس مش هيلاقي. في بداية الحلقة قلنا إن إحنا في أي جريمة بنفضل ندور عن الجاني، المجرم اللي ضغط الزناد. اللي ضغط الزناد مسؤول عن الرصاصة، لكن كاتم الصوت مسؤول عن كل الرصاص اللي جه بعدها. الحلقة دي ما كانتش عن الظالم ولا الفاسد ولا حتى عن الضحية، كانت عن كاتم الصوت اللي فاكر إن السكوت حياد. يمكن تكون في حياتك ولا مرة ظلمت حد، ولا كلت حق حد، ولا خنت أمانة، لكن القصة مش بس أنت عملت إيه، الأهم أنت سمحت بإيه يمر من سكات. لأن أخطر كاتم صوت مش اللي بيتباع في محلات السلاح، أخطر كاتم صوت هو الإنسان
اللي كل ما بيسكت في صوت طلقة جديدة ما بيتسمعش، جريمة جديدة بتعدي من غير ما تلفت الانتباه. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.